لقيت شات بين جوزي وبين عيلته. فتحته لقيتهم بيتكلموا على حد وبيتريقوا عليه. طلعت بالشات لفوق، اكتشفت ان جوزي مصور ماما وهي بتحاول تقوم ومش عارفة لأن جسمها مليان، ومنزل صورتها على الجروب وهم عمالين يتريقوا عليها. دمي جمد في عروقي والموبايل كان هيقع من ايدي من كتر الرعشة. كنت ببص للصورة مش مصدقة ان ده الانسان اللي كان واكل شارب في بيت اهلي، اللي ماما بتعامله كأنه ابنها وتدعي له قبل عيالها، اللي كانت قايمة بالعافية عشان تحط له صنف زيادة بيحبه على السفرة. لقيت أخته كاتباله ويا أخويا ده ما كانتش قادرة تقوم من على الكرسي، الأرض كانت هتتهد. ربنا يعينك على النسب ده. وهو ردد بضحكة مستفزة. أنا كنت قاعد ومسك نفسي من الضحك بالعافية. صورتها وهي بتنهج عشان نضحك سوا. أمال هنضحك على مين؟ رميت الموبايل على السرير وبصيت له وهو نايم ولا فارق معاه حاجة. كنت حاسة إني عايزة أصرخ في وشه وأقوله يا ناكر الجميل، بس مسكت نفسي. أنا مش هعمل نمرة وأخليه يمسح الرسايل وينكر. أنا لازم أكسره زي ما كسر كرامة أمي في غيابها. دخلت المطبخ، شربت مية وأنا دموعي نازلة على خدي. قررت في اللحظة دي إن زوجي ملوش مكان في حياتي تاني، اللي يهون عليه شقى أمي وتعبها في المطبخ عشان ترضيه ويصورها ويخليها أضحوكة لعيلته، ما يتأمنش على عرض ولا على بيت. مصيبة ما خلصتش عند صورة ماما. صوابعي كانت بتترعش وأنا بسحب الشاشة لفوق وعيني مش قادرة تصدق اللي بتشوفه. لقيت صورة ليا وأنا نايمة بالبيجامة وتعبانة من شغل البيت، وصورة تانية وأنا في المطبخ وشعري منكوش من كترة الصهد والبخار. منزلها وكاتب تحتها بصوا المنظر اللي بصبح وبتمسى فيه. حد يصدق إن ده اللي كنت بتقول عليه قمر في الخطوبة؟ دي بقت شبه الشغالات والواحد بيقرف ياكل من ايديها بالعافية. ردت عليه أمه وهي بتضحك يعني عليك يا ابني. وقعدت وقعة سودة، بس معلش استحمل عشان خاطر العيال وهي بتخدم وخلاص. أمال لو شفت أختك في البيت بتبقى عاملة زي البرنسيسة. ردت عليه أخته بكل سخرية يا أخويا حرام عليك، دي من كتر ما هي مهملة في نفسها بقت تسد النفس. انت ازاي مستحمل الريحة؟ انا لو مكانك مكنتش دخلت البيت اصلا. وهو بكل جراءة رد وقال انا بقضي اغلب وقتي برا، ولما برجع بنام على طول عشان ما اشوفش المنظر ده. ادعولي الاقي القطة اللي تعوضني على سنين العذاب. في اللحظة دي ما كنتش حاسة بدموعي، كنت حاسة بنار في صدري. الإنسان اللي كنت بقطع من لحمي عشان أريحه، اللي كنت بفضل واقفة على رجلي بالساعات عشان أعمله الأكل اللي بيحبه، اللي كنت بحاول أجمل في نفسي عشانه، كان بيستخدم تعبي ده عشان يضحك عليه عيلته. بصيت للموبايل وقلت بصوت واطي ومحروق بقى أنا خدامة يا تستحقش كلمة زوجي، وأمي اللي شالتك في عينيها بقت أضحوكة
والله لا يخليك تعرف قيمة الخدامة دي وقيمة أهلها اللي أكرموك وأنت ما تستاهلش.